دائما المصيبة تبدأ كبيرة بعدين لغاية ما تصغر. شو المشكلة عندك يا عبد العزيز؟ والله دكتور عندي فحص زواج والبنت صغيرة عمرها 21 سنة أو 22 سنة، عندها ال HIV بوزيتيف. ال HIV اللي هو الإيدز بوزيتيف، يعني موجود عندها المرض. قلت له عيدوا لي الفحص مرة ثانية، يمكن في شيء خلل مني. عادوا الفحص بعد أسبوع جاني قال لي دكتور بوزيتيف. طبعا احنا خلال الاسبوع هذا لازم ناخذ اجراءاتنا. قلت له على طول اجتماع، جيب لي طبيب الانفكشن كنترول، جيب لي طبيب الجراحه، وجيب لي حق الخدمه الاجتماعيه او التنميه الاسريه. نوف يلا تعالوا بسرعه. جابهم. شو الحل؟ اخر شيء قالوا دكتور لازم انت بنفسك تكلمها. قلت لهم يا جماعه فكوني، خل حق الانفكشن، خلوا الدكتور المصري يكلمها حق الوقاية، الصحة الوقائية، ولا ما عنده علاقات، ولا البنت تكلمها حق التنمية الأسرية. لا أنت يلا كلمت، لو سمحتي تعالي نبيك شوي. جت البنت المكتب الصبح، لقيت المكتب موجودين. خافت اخترعت قالت حسستوني إن فيني إيدز، ايش فيكم؟ قلت لها إي نعم للأسف فيك المرض هذا، وقمت أتكلم معها كلام طيب وكلام زين. وبعد ما فصلنا وشفنا وبحثنا، تخيلوا شنو السبب، صدمة. البنت حدها العيادات هذه، عيادات للأسف ماني قايلها الكلمة هذه، تسوي تنظيف بشرة، حقنة بلازما، طلعوا ما يسوون تعقيم ما أدري شنو حدها العيادات هذه، وللحين قضيتها معها العيادات. دمار شامل، دمروا البنت، دمروا مستقبل البنت، دمار شامل. على أساس أنهم